بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم موحة لايف ستايل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده يا جماعة جايين نعمل مع بعض الستريبس. بصوا مقرمش وتحفة جدا، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا القرمشة، بصوا مستوي وتحفة جدا، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. تابعوني وشوفوا هنعمله مع بعض ازاي بطريقة بسيطة جدا وسهلة. هنا صدور فراخ هنقطعها مع بعض شرايح كده عشان نعمل مع بعض ستريبس، هيبقى تحفة جدا. بصوا هنقطعها كده شرايح بس كده، وتتبيلتنا بسيطة جدا. معانا هنا فلفل اسود، سبع بهارات، فلفل اسود وسبع بهارات كده، ومعانا بصل بودر، ومعانا توم بودر، ومعانا بابريكا. بصوا توابلنا بسيطة جدا، تتبيلة حلوة جدا جدا للستريبس، بسيطة قوي وجميلة جدا. ولو عايزينها سبايسي هننزل كده ايه بمعلقة الشطة، وهننزل كده بقى بالملح بتاعنا بس كده. ومعانا بيضاية واحدة بس. بصوا التتبيلة بسيطة جدا جدا يا بنات، بس كده. وهنبتدي بقى نقلب مع بعض، وهننزل كده بنص معلقة بهارات فراخ بس كده، ودي اختياري، لو مش حابين براحتكم عادي. هنقلب بقى الفراخ في قلب بعضها كده. بصوا التتبيلة بسيطة جدا جدا، بس هتطلعوا بقى نتيجة هايلة في الطعم، حلوة جدا جدا للستريبس. جربوا التتبيلة بتاعتي، وممكن تنفع في البانيهات عادي، ما فيش اي مشكلة. بصوا التتبيلة بسيطة جدا جدا، بس هتدينا تيست عالي قوي. هنسيبها كده بس في التتبيلة ايه ساعة، ونرجع لها تاني. هنقلبها بس كويس جدا. بصوا بقى تاكلوا احلى ستريبس، احلى من اللي بتاكلوه من بره من المحلات، تحفة جدا بحاجة بسيطة جدا وسهلة قوي قوي. جربوا. بصوا التتبيلة دي بسيطة جدا، وممكن تستخدموها في اي بقى تتبيلات فراخ. بس كده هنسيبها لمدة ساعة ونرجع لها تاني. نيجي كده بالاسترتش هنقفلها بس، وندخلها التلاجة لمدة ساعة ونرجع لها تاني مع بعض. بصوا طريقة بسيطة جدا جدا للتتبيلة، بس هتفرق معاكم كتير صدقوني. ممكن تعتمدوها بقى في اي بانيهات، بسيطة جدا. هنسيبها ساعة ونرجع لها تاني. كده نعمل مع بعض الرز يا بنات. هننزل كده بالزيت عشان الزبدة بتاعتنا ما تتحرقش، وهننزل كده بمكعب زبدة، ونزلنا بمكعب الزبدة كده يا بنات. هننزل كده ايه ببصلية مبشورة، مبشورة ناعم خالص. هنبتدي نقلبها كده لغاية ما تصفر معانا وتدينا لون ايه، لون اصفر داخل على الحمار شوية كده. البصلة بتاعتنا ابتدت تدخل في الحمار، وده اللون اللي احنا عايزينه. هنبتدي كده ننزل عليها ايه بنص معلقة بهارات فراخ، وهننزل عليها بنص معلقة كركم، وهننزل عليها بالملح، هننزل بالملح. نبتدي كده نقلب مع بعض. بصوا اللون ده كده بالنسبه لي تمام، وانا مش عايزه احمص التوابل بتاعتي اكتر من كده. كده اللون ده كده بعد ما حطينا بهارات الفراخ وحطينا الكركم والملح. هنبتدي كده ننزل ايه بالميه بتاعتنا، ونسيبهم بقى يغلوا مع بعض شويه، وبعد كده نرجع لهم تاني. بعد ما الميه كده غليت معانا يا بنات، هننزل كده بالرز بتاعنا، نبتدي كده نقلبه ونغطي عليه كده ونسيبه ايه 10 دقايق ونرجع له تاني. نقلبه بس تقليبه كده ونغطي عليه ونرجع له تاني.
كده الرز بتاعنا بصوا ابتدى يشرب المية بتاعته. في المرحلة دي كده بقى بصوا جربوا الطريقة دي والله تعجبكم جدا جدا. معانا كده فلفل الوان. اول ما الرز بتاعنا يبتدي يشرب المية بتاعته نبتدي بس ننزل بالفلفل الالوان كده. صدقوني والله طعمه تحفة تحفة تحفة. بصوا احنا مش هنقلب عشان مش عايزين الفلفل بتاعنا يدبل. احنا بس هنوطي النار خالص، هنهدي النار خالص عليه ونسيبه كده يتشرب على مهله وبعدين نرجع له تاني. وكده الرز بص بتاعنا اتشرب وبقى تحفة جدا. نقدر نقلبه دلوقتي. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. والفلفل الالوان بيديله طعم تحفة جدا يا بنات. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. نعمل الكراست كده. معانا كوباية دقيق ومعانا نص كوباية نشا. النشا بتخلي الستريبس تحفة جدا وبيبقى مقرمش قوي. وهننزل كده عليها. طبعا ده بيدينا تيست عالي جدا. مكعب مرقة ده بيدينا طعم الكنتاكي وطعم الستريبس اللي بتاكلوه من كنتاكي. طبعا حاجة عاملينها في البيت مضمونة جميلة وتحفة جدا. هننزل كمان ايه بمعلقة الكركم. الكركم بقى بيخلي لونه جميل جدا وما يتحرقش معانا. وهننزل كده بمعلقة شطة ودي اختياري لو عايزينه سبايسي. وهننزل كده بايه بمعلقة بهارات فراخ. بصوا التتبيله دي جامده جدا جدا وهتحسوا ان انتوا بتاكلوا ستريبس اكنكم بتاكلوه من كنتاكي بالظبط. وهننزل كده بالملح بس كده نص معلقه ملح. وهنبتدي نقلب بقى كله ايه مع بعض. هنقلب ايه الكفر الخارجي اللي هنعمله مع بعض. بصوا التتبيله دي بسيطه جدا وسهله بس هتخلي الكفر بتاعنا ايه مطعم بنفس التتبيله اللي جوه عشان ما نحسش ان احنا بناكل ايه حاجه كده ملهاش طعم. لا لازم نتبل الكراست اللي من بره مع التتبيله. هنقلب كويس قوي لغايه ما نقلب ايه الدقيق مع النشا عشان يتوزعوا مع بعض بس كده. كده بقى الفراخ بتاعتنا بقى لها ساعه في التتبيله. هنبتدي بقى ايه نحط لها الكفر بتاعها. وكده يا بنات بقى عملنا الكميه كلها. هنروح بقى على زيت سخن ونقليه مع بعض. كده يا بنات بقى هننزل ايه على زيت يكون سخن. هننزل بقى بالستريبس بتاعنا كده. هننزل كده قطعة قطعة. نحاول بس ايه ما نمسكهمش ببعض. واللي وصل معانا هنا بقى ما ينساش اللايك يا بنات. هننزل كده قطعة قطعة مش هننزل مرة واحدة عشان الزيت بتاعنا ما يبردش. هننزل تدريجيا بس. هننزل كده تدريجيا ايه بالفراخ واحدة واحدة بس كده. هنسيبها 5 دقايق ونقلبها على الجنب التاني. كده بقى يا حبايبي هنقلبها على الجنب التاني. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا القرمشة تحفة جدا. ما بتاخدش معانا 5 دقايق يا دوبك 5 دقايق ونبتدي نقلبها مع بعض. بصوا طالعة مقرمشة وتحفة جدا بسم الله ما شاء الله. هنسيبها برضه على الجنب التاني 5 دقايق ونقلبها كده يا بنات. بصوا طلعت معانا بصوا تحفه جدا ومقرمشه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وهنروح كده بقى ايه على الصفايه مش هنطلعها على مناديل المطبخ عشان تفضل ايه مقرمشه معانا. هنطلعها كده هنصفيها من الزيت كويس ونحطها في الصفايه عشان تطلع معانا مقرمشه وكريسبي زي ما بنجيبها من بره بالظبط. بصوا بسم الله ما شاء الله القرمشه تحفه جدا. هنطلعها بقى ونحط بقيتها ونرجع لكم تاني. كده يا بنات بعد ما عملنا الستريبس بصوا مقرمش وتحفه جدا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وقدمنا معاه الرز المبهر بطريقه بسيطه جدا. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.